ولكن لو جو كوليكتيف ملي كيكون العدد الناس كيتحابوا دابا بان جيش وان قوه ديال الجيش هي العتاد. راه خطا، ماشي العتاد، راه التقنيه ديال الاشخاص. وحنا المغاربه عندنا من انظم الجيوش في العالم. راه الحرفيه الجيش القوات المسلحه الملكيه انا اللي كنعرفهم من الداخل، نقول للمغاربه شتي الجيش المغربي القوات المسلحه الملكيه المغربيه من جيوش الاكبر احترافيا في العالم. مشاهدات دول اللي شافوا القوات المسلحه الملكيه كيفاش كتدخل في هذا الشيء اللي وقع في سوريا حاليا. غادي نعاود واحد الواقعه وقعت في الحدود ما بين الاردن وسوريا. كان فيلق من الجيش المغربي حاضر لمساعده اللاجئين، وكان مخيمات في الحدود ما بين الاردن وسوريا. ضربات واحد القنبله في مخيمات اللاجئين، جميع القوات المسلحه الاجنبيه هربوا وخلاو المخيمات فيها المرضى بوحدهم، والفيلق المغربي بقى محب بلاصتو، ومشاو دخلوا المخيمات اللي بجوانبهم وقابلوا المرضى اللي الفيلق الاجنبي واحد بلا ما يسميهم موجود 3 ديال من الغرق، وبقاو تما والقنبله ضاربه تم والغازات السامه كدور، والجنود المغاربه ما تحركوش لان الامر تعطى ما تحركوش، وبقى معهم القائد ديالهم. ها المغاربه المغاربه ها هما فعايحلموا شي وحدين غايحلموا مع راسهم بانهم غادي يبقاو يزيدوا السلاح يزيد السلاح، راه غادي يخوفوا المغاربه. والله يا ولد عمي المغاربه راه شوكه صناره في حلقك ما تحيد لك، ما تتصرتش وما كتحيدش، كتبقى شاده كتخرج البالي من البحر. صناره المغاربه تيخرجوا بها بالي، وانا كنقولها لكم راه شتي المغاربه راه شادين من المغرب حتى الخليج، وشادين من المغرب حتى لجنوب افريقيا، وشادين من المغرب صبانيه. راه شوف صبانيه عاديه اللي درتي، وراه حنا جايين عندك بقرايتنا بعرفنا بتجارتنا بفلاحتنا بصيدنا بصناعتنا، وجايين عندك اودي اسبانيا جايين عاوج دير المارشي وعاود فتحي الباب ديالك. راه حنا داخلين وغادي نزيدوا. فرنسا راه علاش فرنسا معنقه المغاربه؟ لان ما عارفه مجرباتهم. علاش حنايا كان عندنا الحمايه، ما كانش عندنا استعمار. دول استعمرت، حنا راه الحمايه والترى بغات دير هي استعمار، بغات دير وقدرت دير ودارت. المغاربه عندهم واحد الطابع خاص في العالم الاسلامي كامل، طابع مغربي عندنا واحد الطابع. هذاك الطابع وقيت اللي كيتحرك، والشرف الحمد لله محركو، شاد واحد الطابع محركو. شوف كيف كيتحرك، شي بحال داك لو رياكتور اللي كيخدموا به السوافين. كاين واحد الغواصه كتخدم برياكتور نوكليير، وما كتبقى تحت الماء المده اللي بغات، ما كيبقاش يخصها الوقود، ما كتقاداش من الوقود. الشراره اللي كيخرجهم من قاع البحر الماكله. واحد الخبير في الغواصات قال لهم كون لقاو شي رصيد باش نلقاو الماكله بلا ما يطلعوا، ولا ما يطلعوش دوما المغرب.